أيوة يا صاحبي، حصلت أحداث مهمة في مباراة ليفربول وتوتنهام يوم السبت اللي فات، وخصوصا اللي حصل مع ألكسندر إيساك. إيساك دخل المباراة كبديل في الشوط الثاني في شمال لندن، وكان الوضع محتدم خصوصا إن توتنهام كان بيلعب ب10 لاعبين. وفجأة في الدقيقة 55 إيساك سجل هدف جميل جدا بطريقة هادية. الهدف ده جه بعد تمريرة متقنة من فلوريان فيرتس، وده خلى ليفربول يتقدم في النتيجة. لكن الفرحة ما كملتش طويل، لأنه بعد الهدف ده حصل موقف صعب. إيساك اتعرض لاصطدام جامد مع مدافع توتنهام جوه منطقة الجزاء، وبدأ من اللحظة الأولى إنه اتأذى في ركبته اليمنى. مش احتاجوا ينقلوه على نقالة، لكنه كان واضح إنه متألم جدا وبيتحرك بصعوبة وهو خارج الملعب. ليفربول دلوقتي مضطر ينتظر بفارغ الصبر معرفة مدى خطورة الإصابة. مدرب ليفربول أرني سلوت اتكلم بعد المباراة وقال إنه مش عنده أي أخبار دقيقة عن حالة إيساك، لكنه حكى: لما لاعب يسجل هدف وبعدين يتصاب وما يرجعش للملعب، ده عادة مش حاجة كويسة، بس مش قادر أقول أكتر من كده. دي مجرد إحساس داخلي، ومكلمتهوش بعد. وأكد على حاجة مهمة، إن الهدف اللي سجله إيساك كان ممتاز، وإن التمريرة اللي جات له من فلوريان كانت رائعة. الموقف ده خيب أمل كتير من جماهير ليفربول، خصوصا إن إيساك عنده 26 سنة، وواجه بداية صعبة في الفريق بعد انتقاله الصيفي اللي كان مثير للجدل من نيوكاسل. المهاجم ده اللي قيمته وصلت ل 125 مليون جنيه استرليني، يعني حوالي 167 مليون دولار، سجل لحد دلوقتي 3 أهداف بس في كل المسابقات، وكمان تعرض قبل كده لاستبعاد بسبب مشكلة في الفخذ. وبعد الهدف ده ليفربول موقفش عند كده، لأن هوجو إيكيتيكي سجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 66. توتنهام حاول يرد وقرب يجيب هدف تعادل عن طريق ريتشارلسون في الدقيقة 38، لكن الفريق المضيف انتهت المباراة عنده ب9 لاعبين بعد طرد كريستيان روميرو في الوقت بدل الضائع، وده ساعد ليفربول يأمن 3 نقاط مهمة جدا. سيلوت خلص كلامه عن إيساك وقال: ده اللي حابين نشوفه يحصل منه كتير، إنهاء ممتاز وتمريرات حلوة. طبعا مش هنستهين باللي حصل، لكن برضه مش قادرين نتكهن بالوقت اللي هيحتاجه عشان يرجع للملعب. وبكده ليفربول خدت الفوز، لكن الإصابة اللي لحقت بإيساك سببت قلق كبير للفريق والجمهور مع بعض.